الكنيسة هنا برضو اتعمل عليها تطويرات كتير. اتعمل عليها تطويرات في العصر الفاطمي والعصر المملوكي. وحتى هتلاقوا الزخارف دي معمولة بستايل غير الستايل القبطي المعروف. هتلاقوا شكل الحروف نفسها بتاعت الآيات والزخارف اللي موجودة مختلفة عن أي كنيسة تانية. الكنيسة دي أنا بشوفها إن هي من أهم الكنائس الموجودة في المنطقة هنا، مش علشان بس القصة اللي ورا الكنيسة، لكن علشان التطويرات والعمارة والفن اللي اتعملوا فيها. هي اللي بتخليها كنيسة مميزة. في ناس بتقول هنا إن الكنيسة مبنية من القرن الرابع الميلادي. الوقت ده ساعتها الرومان خلاص سمحوا للمسيحيين في مصر إن هم يبنوا ويتعبدوا في كنايس. مبني هنا أو اللي موجود هنا من القرن الرابع الميلادي هي الكنيسة الأثرية اللي هي موجودة جوه خالص. لكن اللي ورانا ده مش من القرن الرابع الميلادي، لأن كان كل حاكم بيعدي على مصر بيحط التاتش بتاعه.